عملت اكبر قرص لوزية من غير ما ادفع ولا جنيه. اتحداكم ان حد عمل قرص لوزية بالحجم ده قبل كده. انا زيكم كده على دخلة المولد رحت جبت علبة حلويات المولد، فبسأل القرص اللوزية ده بكام، كان شكله حلو كده في المحل، قال لي من 120 ل 140 جنيه. قلت له ازاي يعني 120 و 140 جنيه؟ قال لي هو كده وهي دي الاسعار. قلت لا، ده انا مبقاش بقى شريف قيمي لو ما عملتش قرص لوزية ومن غير ما ادفع ولا جنيه. هقول لكم ازاي دلوقتي. سامعين بقى صوت القرمشة؟ وعايز اقول لكم اللوز بقى كان طازة وتحفة ومقرمش، مش طري كده وقرص صغير، لا قرص كبير كده زي ما انتوا شايفين. وكان اللوز بقى مقرمش وحلو جدا والسكر بتاعه مظبوط جدا، شايفين؟ وكله بقى مليان لوز، كله مليان لوز مفيهوش فراغات خالص، وطعمه عجبني جدا. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي، وهقول لكم ازاي عملته من غير اي تكاليف خالص. وبصراحة انا هنا كنت مستمتعة باللوزية جدا زي ما انتوا شايفين، وقاعدة باكل فيها بقى، مش عايزة اقول لكم كده، تحفة وحلوة جدا. ممكن تستبدلوا اللوز كمان باي نوع مكسرات متوفر عندكم. انا قعدت افكر كده، قلت هعمله ازاي، فتحت درج التلاجة لقيت شوية اللوز دول ومحدش راضي ياكلهم وملهمش اي استخدامات عندي. فتحت الكيس كده وعايرت الاول الشوية دول هيطلعوا قد ايه. بعير بالكوباية كده طلعوا كوباية من اللوز. طبعا اللوز ده مش مملح، لو مملح مش هينفع نستخدمه. في طاسة بقى على النار وجبت بقى نص كوباية من السكر وعليهم كوباية من المية، وطبعا شغلت بقى الشعلة او النار، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. ممكن كمان تستغنوا عن معلقة عسل الجلوكوز، مش هتأثر قوي في الوصفة دي. ما ننساش بقى رشة ملح الليمون او نص عصير ليمونة علشان تعدل معانا الطعم. في كسرولة تانية بقى وهبتدي انزل كوباية اللوز دي، يدوب تسخن بس. هو اللوز هنا متحمص وطازة، انا يدوب بس هسخنه. اول ما الشربات يبتدي ان هو يتكرمل معايا ويتقل بالشكل ده، هاخد بقى تيست كده في ربع كوباية من المية المتلجة وهنزل نقطتين، وهختبر الشربات ده لو لسه بيشد وطري معايا لا هسيبه كمان نص دقيقة. وهاخد برضو نقطتين تانيين في المية المتلجة، اهم حاجة المية تكون ساقعة او متلجة. لو لقيت النقط زي ما انتوا شايفين كده اتمسكت ونشفت معايا، يبقى كده خلاص الكراميل جاهز. انا بصراحة قللت الكراميل ده، خدت معلقتين منه كبار، يعني نقصت منه معلقتين كبار عشان حسيت ان هو هيبقى كتير على كمية اللوز اللي معايا. قلبت اللوز كده في الكراميل اللي احنا عملناه، وعلى جنب كده الطاسة علشان اصفي بقى الشربات الزيادة او الكراميل الزيادة. وبكون بقى جايبة كسرولة فيها كيس تلاجة دهناه بدهنة بسيطة كده من الزيت. سريعا هبتدي انزل بقى كل كمية اللوز بسرعة وهو سخن كده في الكسرولة. طبعا تقدروا بقى تعملوا الحركة دي في صينية صغيرة، في طبق بس يكون ألمونيوم او ستيل صغير، كسرولة ألمونيوم، المهم ان حاجة تكون مدورة علشان تدينا بقى شكل القرص بتاع اللوزية الحلو ده. وبسرعة كده بقى بكوباية بمعلقة صغيرة ابتديت ان انا افرد اللوز كده هو سخن علشان ياخد شكل كده الكسرولة او ياخد شكل مدور كده القرص الحلو ده اللي انتوا شايفينه. شايفين بسرعة بقى كده هو سخن، بفرده كده لحد ما يبرد، افضل افرد فيه لحد ما يبرد. طبعا لو اي نقطة من الكراميل نزلت منكم على الرخامة سيبوها لحد ما تبرد تماما، لان لو جيت لحقتوها بايديكم زي ما انا بوريكم كده سخنة جدا ولسعتها وحشة قوي. ربنا يحفظكم. هسيب بقى اللوز كده في الكيس زي ما قلت لكم، دهنه الكيس ده دهنه بسيطه من الزيت. هسيبها تبرد بقى براحتها ساعه، انا مكنتش مستعجله عليها. هطلعها بقى من الكسرولة بالشكل ده، هتطلع معايا بسهوله خالص، لان زي ما قلت لكم انا دهنه الكيس ده بمسحه بسيطه او من الزيت. وبيطلع معانا بقى، شايفين قرص اللوزية قد ايه حلو جدا. القرص اللي هو كان بيقول عليه 140 ده 120، كان قد يعني نص ده او اقل من النص كمان. شايفين ده قد ايه؟ وما دفعتش جنيه واحد، والسكر موجود في البيت. وزي ما قلت لكم تقدروا بقى تستبدلوا اللوزية باي مكسرات. شايفين مليان بقى لوز، وانا بصراحة بحب اللوز جدا. وصوت هنا بقى القرمشة مش عايزة اقول لكم. بصراحة حاجة طازة كده، وما اخدش معايا بالظبط 10 دقايق وكان جاهز معايا.
حلو جدا، جربوه وان شاء الله يعجبكم. زي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوا اللوز باي نوع مكسرات تفضلوه، اذا كان بقى فول سوداني، اذا كان بقى لوز، فستق، بندق، كاجو، اي نوع مكسرات متوفرة عندكم تقدروا تعملوا بيها نفس الطريقة. تقدروا بقى هنا تكسروه وتقدموه كده، وعلى فكرة بيطلع منه قطع كتيرة جدا. قوموا اعملوا بقى اللوزية او الفستقية باسهل طريقة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. اسيبكم في امان الله وبسلام.